فريد شوقي، أسرار الوحش وأفلامه اللي هزت السينما المصرية. تخيل إن فريد شوقي اللي لقبوه بوحش الشاشة كان بيكتب سيناريوهات أفلامه بنفسه، وإنه قدر يغير صورة البطل في السينما المصرية. ورا الاسم ده قصة كفاح وموهبة استمرت لأكتر من نص قرن. أنا مريم محمد وده برنامج أسرار مشاهير العرب. في الحلقة دي هنعرف كل حاجة عن فريد شوقي من البداية لحد ما بقى أسطورة. فريد شوقي اتولد يوم 30 يوليو سنة 1920 في حي السيدة زينب بالقاهرة، ونشأ في حي الحلمية الجديدة. بعد ما حصل على دبلوم الفنون التطبيقية التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية. بدأ مشواره الفني سنة 1946 بفيلم ملاك الرحمة مع يوسف وهبي وأمينة رزق. في بداية الخمسينات بدأ يغير جلده وقدم أدوار البطولة اللي كانت بتعبر عن كل الناس، وأفلامه كانت دايما فيها صراع بين الخير والشر. فريد شوقي قدم أكتر من 300 فيلم، ومثل في مصر ولبنان وتركيا، وكتب سيناريوهات لأكتر من 400 فيلم، وساهم في إنتاج حوالي 20 فيلم. من أشهر أفلامه الفتوة، رصيف نمرة 5، جعلوني مجرما، سوق السلاح، وعنتر بن شداد. في السبعينات والثمانينات اتجه لأدوار الأب والأستاذ الكبير، وكان ليه تأثير كبير في اختيار موضوعات اجتماعية مهمة. قصة لقبه وحش الشاشة، الصحافة أطلقت عليه اللقب ده بعد ما نجح في تقديم شخصية البطل الشعبي اللي بينتصر في الآخر، والناس شافته كرمز للقوة والانتصار. علاقته بزوجته الفنانة هدى سلطان، حبهم بدأ في كواليس فيلم واستمر لمدة 20 سنة من نجاح الفني والعاطفي، وقدموا مع بعض أفلام كتير ناجحة. سر طيبته في الحقيقة، رغم إنه كان دايما يعمل أدوار عنيفة، فريد شوقي كان معروف بإنه طيب وحنين جدا وبيعشق ولاده، وخاصة بنته رانيا فريد شوقي. فاز بجوائز من مهرجانات كتير زي مهرجان برلين ومهرجان فينيسيا، وكان أول فنان مصري يحصل على وسام الفنون من تركيا. لقبوه بملك الترسو لأنه كان بيكسر الدنيا في دور العرض الشعبية، وبصانع البطل الشعبي والكاتب المقاتل، وكان دايما بيكتب قصص أفلامه بنفسه. حصل على الجائزة التقديرية من وزارة الثقافة سنة 1994 قبل وفاته ب4 سنين. رغم شهرته ونجاحه الكبير، فريد شوقي ما كانش مهتم بجمع ثروة ضخمة. كان بيملك فيلا في حي العجوزة، تحديدا في شارع يحمل اسمه، وده تقديرا لمشواره الفني. وكمان كان عنده شاليه في المعمورة، وده كان من اكتر الاماكن اللي بيحب يقضي فيها وقته. وفي لقاء سابق لما اتسأل عن ثروته قال: عملت ثروة لا تقدر، عيلتي وجماهيري العريضة. فريد شوقي توفى يوم 27 يوليو 1998، وساب وراه تراث سينمائي ما بيتنسيش، اسمه محفور في الذاكرة وصورته في كل بيت، واعماله لسه بتضحكنا وتبكينا لحد النهارده. دي كانت حكاية فريد شوقي، الراجل اللي غير شكل السينما المصرية وساب تراث من القوة والإبداع. ايه اكتر فيلم بتحبه ليه؟ شاركنا في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد عن نجوم الفن. اشوفكم الحلقة الجاية.